حاملي الجرين كارد الايس بيقبض عليهم بشكل كبير. ايه اللي بيحصل؟ مشكلة بدأت تظهر بشكل كبير دلوقتي. حاملي الجرين كارد اللي حصلوا على الجرين كارد بتاعهم من خلال الزواج، يعني متزوجين ليو اس سيتيزن او لمواطنين امريكان، الناس دول بدأوا يواجهوا مشكلة دلوقتي. المشكلة بتيجي منين؟ بيقولك الناس اللي عندهم overstayed visa، يعني الناس اللي كان عندهم فيزا وكسروها، قعدوا اكتر من المدة القانونية وبعد كده قدموا على الجرين كارد وحصلوا عليها من خلال الزواج. الناس دول بدأ يبقى عندهم مشكلة. القانون على حسب المحاميين بتوع الهجرة بيقولوا ان هو بيسمح للناس اللي عندهم overstayed فيزا او الناس اللي كسروا الفترة القانونية اللي المفروض يقعدوا بيها بالفيزا بتاعتهم، من حقهم انهم ياخدوا الجرين كارد المفروض من غير مشاكل. ولكن الإدارة الحالية والآيس شايفين غير كده، شايفين الناس دي كسرت الفيزا بتاعتها، فبالتالي هم يستحقوا ان هم يتقبض عليهم وان هم ما ينفعش المفروض يبقى معاهم جرين كارد. الموضوع ده قصة كبيرة قلب الدنيا في الفترة الحالية، والكثير من الناس بيشتكوا والكثير من المحامين بيتدخلوا، ولحد دلوقتي مش معروف اللي هيحصل فيها ايه. خلينا نشوف الدنيا توصل لغاية فين. تحياتي الجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.